أبدأ معك دكتور صلاح، كيف تقيم نقطة منع معاونين المحافظين أو أي لجنة أخرى أو حصر موضوع تنمية الأقاليم بيد المحافظين؟ هذا راح يضبط إيقاع الإدارة وراح يضبط أو راح يقلل من هدر الأموال اللي عادة ما معروفة. يعني سأذكر لك مثل موضوع محافظة بغداد، احنا قايليها انه بدال طريق الزائرين اشتروا كباب وشماعات ملابس 180 مليون وبدال وملابس نسائية للعوائل المتعففة. نعم تفضل. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك حياك الله وإلى الدكتورة سلامة وإلى مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني هذا الموضوع، موضوع المعاونين المحافظين ومنعهم من إجراء المناقلات، يعني هذا الأمر من تجي عليه بداية بالنظرة الأولى أنا شخصيا أعتبره شيء صحيح. يعني سابقا لدينا تجارب كثيرة في مناقلات للأسف أضاعت أموال الدولة وأضاعت هدرت الملايين بل المليارات من الأموال اللي أساسا كانت مخصصة لمشاريع حيوية، لمشاريع استراتيجية، لمشاريع خدمية كبيرة. هدرت هذه الأموال من يعني من الأمثلة اللي نذكرها طريق الزائرين اللي تحول إلى كباب للزائرين. والله العظيم أمر مضحك جدا أن يتحول تخصيص طريق الى كباب للزائرين. هذا باب هو المضحك انت قمت بالتصرف، بس المضحك اللي مر عليه نعم اللي يتضرر. انت جاي تدور ثواب براس الدوله، روح طلع من جيبك. انت مو تجي تصرف انت من اموال الدوله وتسوي نفسك انت تسوي ثواب وانت كريم وانت من العباد الصالحين. كثير من الامثله معاونين ونواب المحافظين. يعني عندنا مثال قبل ايام يمكن انتشر بالاعلام، معاون محافظ نينوى ايضا لشؤون الاستثمار ومناقلات ومشاريع وكثير من الامور تم القاء القبض عليه، ويعني تسرب انه هو زوج احدى النائبات. نعم. التجربه اللي مرينا بها سابقا يعني جعلتنا في حذر كبير من اتساع مساحة المسؤولية بين محافظ وبين نائب محافظ وبين معاون محافظ. نعم. ولا أعلم ما الفرق بين المعاون والنائب، هي كلها درجات وظيفية للترضية ولتوزيع الحصص بين الكتل السياسية. يعني هذه الخطوة أنا أشوفها أفضل إيجابية. لكن طيب. تبقى النوايا لدى المحافظين. هل سيكون العمل بشكل صحيح أم ستكون هناك أيضا ترضيات؟ هذا نائب المحافظ وهذا المعاون لأي جهة تابعة. طيب. وتابع. لا أنا خلي أقول لك قضية بأنه هذه الموازنة تأخرت لأنه سرب أو أشيع أو تناول بالرأي العام بأنه نريد نجرها إلى ما قبل انتخابات مجالس المحافظات، خصوصا وانه اكو كانت دعوات ومنها من رئيس ائتلاف دولة القانون قال المحافظين يجب ان يستبدلوا وكذا. شكلت لجنة لتقييم المحافظين. أنا اشك بانه هذه الموازنة اعطت للمحافظين على المحافظين الجدد، مو الآن. يعني ممكن محافظ كربلاء اليوم اللي خاصة بعد صدور التقييم، تقييم المحافظين، زين، التقييم ألف والتقييم باء والتقييم جيم اللي صدر للمحافظين، أيضا واللي بجنبات أعتقد ابتزاز يعني سياسية. لأنه يعني بعض هذه المحافظات قد يكون محافظيها على خلاف مع السلطة التشريعية، لكن في السلطة التنفيذية كان تقديرهم ممتاز والعكس أيضا. يعني هناك بالتأكيد أنه هناك لعبة سياسية تسبق الانتخابات وحصر الأموال بيد المحافظين. نتمنى أنه ما تضيع هذه الأموال مثل ما ضاعت في الكثير من المحافظات. اليوم عندنا كثير من المحافظات على مدى 10 سنوات مشاريع خدمية واستراتيجية تبخرت أموالها، ما حد يعرف وين راحت هذه الأموال.